السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي نعمل مع بعض صينيه بطاطا كده في الفرن سخنه. هنعملها بطريقه سهله خالص، مش هتكلفك حاجه خالص. خليه كده معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي ايه الطريقه. طبعا كلنا في فصل الشتاء بنعشق البطاطا، بتدينا كده، بتدفي جسمنا كده، وبجد قيمتها الغذائيه عاليه جدا. فتعالي كده معايا نعمل احلى صينيه بطاطا كده للولاد في الساعه اللي احنا فيها دي، تدفيهم على طول. اول حاجه كده هنقول بسم الله، ومعانا كده كيلو من البطاطا غسلينه ومقشرينه كويس جدا اهو زي ما انت شايفه. هنقطعه حتت صغيره كده اهو علشان احنا هنسلقه الاول خالص اهو زي ما انت شايفه كده. هنصلي على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. وطبعا ده فضلا من حضراتكم وليس امرا، الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد احنا بنقدمه. يا رب كده فيديوهاتي اللي انا بقدمها لكم تكون بتعجبكم وتكونوا كمان بتستفادوا منها اهو زي ما انت شايفه كده. احنا بنقطع البطاطا كده، طبعا البطاطا عشان بتبقى يعني جامده شويه، فبنحاول نقطعها ونضغط عليها كده زي ما انت شايفه اهو. الطريقه دي من اسهل الطرق ومن احلى الطرق كمان ان انت ممكن تعملي بيها بطاطا. يعني انا بجد عملت قبل كده فيديو برضو للبطاطا بس كانت بالكريم كراميل. بس انا عايزه اقولك ان احنا بنعشق الطريقه القديمه دي، حلوه جدا وسهله كده وما بتاخدش معانا وقت خالص اهو. خلاص كده احنا قشرنا الكميه كلها وقطعناها. هنحطها بقى في الحله وهننزل عليها بس بكوبايه واحده من الميه ونص كوبايه من السكر، وهنحطها على النار لحد ما معانا البطاطا تستوي خالص زي ما انت شايفه كده اهو. احنا مش هنزود لها الميه علشان احنا هنهرسها كده بميتها، فاحنا مش عايزين كميه الميه تبقى كتير. هي يا دوبك كوبايه واحده بس على الكيلو البطاطا اهو. وهنبدأ بقى نهرسها كده زي ما انت شايفة كده عشان هنحطها في الصينية قبل ما ندخلها الفرن اهو. بنهرسها كويس جدا كده. عايزه اقولك ان هي مستوية جدا، وطبعا احنا مش هنحط عليها سكر تاني، هو بس نص كوباية السكر دي مظبوطة جدا جدا اهو. طبعا بنكون بقى هنا مسخنين الفرن، وبنبدأ بقى نجيب الصينية بتاعتنا زي ما انت شايفة كده، وبندهنها كده سمنة اهو. اي نوع سمنة موجود عندك، سمنة بلدي تمام، سمنة عادية مفيش مشكلة خالص، اي نوع سمنة متوفر عندك. بتدهني بس الصينية كويس جدا كده اهو. وبعد كده بنفضي الخليط كله بتاع البطاطا كده في الصينية زي ما انت هتشوفي دلوقتي اهو. الطريقة مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. وطبعا البطاطا دلوقتي متوفرة في السوق وسعرها كويس جدا، فتقدري تجيبي الكمية اللي انت حباها وتعملي الكمية اللي انت حباها اهو. خلاص احنا كده بنفردها في الصينية كده زي ما انت شايفة اهو. وبنبدأ بقى نفردها كده بالمعلقة الخشب عشان انا عايزاها تبقى كلها مستوية كده، متساوية في الصينية كده اهو. هبدأ بقى اسيح معلقة سمنة عشان احطها على الوش من فوق الوش كده. ببدأ بقى كده اوزعها عليها كلها زي ما انت شايفة اهو، عشان برضو تدينا كده طعم حلو وكمان تدينا لون حلو اهو. طبعا انت بتبقي مسخنه الفرن علشان هي بتحطيها في الفرن على طول. دي احلى تحليه ممكن تعمليها، مش هتاخد في ايدك ربع ساعه. يعني انت كده لو قاعده كده بالليل والدنيا معاكي ساقعه قوي كده بجد، قومي اعملي يلا كده صينيه البطاطا دي. احلى تحليه تعمليها في الساعه اللي احنا فيها دي، بتدفي جدا وقيمتها الغذائيه كمان عاليه جدا. طبعا انا بعد ما حطيت السمنه على الوش، جبت كده بمعدل نص كوبايه من اللبن وبدات كده ارشها على الوش برضو كده عشان تحمر لي الوش اكتر وتدينا الشكل بقى الحلو قوي اللي انت شايفاه ده. بصوا شكلها بقى بعد ما طلعت من الفرن، طعمها وريحتها تحفه. ممكن بقى تحطي عليها جوز هند، ممكن تحطي بقى شويه مكسرات، ممكن تاكليها لوحدها ساده كده زي ما احنا عملنا، مفيش مشكلة خالص خالص. هي في كلتا الأحوال طعمها وريحتها بجد حلوة جدا.
وبتدفي المكان كده، وبجد حلوة، من احلى الاكلات الشتوية اللي انت ممكن تاكليها في السقعة اللي احنا فيها دي، هي البطاطا اللي في الفرن حلوة جدا. اهو احنا كده خلاص قطعنا بقى الصينية، وانا بوريكي شكلها بقى كده. بصي الوش كان مكرمل كده، تحسي ان هو مكرمل كده وبيقرمش كمان، طعمها كان حلو جدا وطريقتها